إلى الآباء والأمهات جميعا، هذا حق علي أن أؤديه. يعني لا بد من أبين الحقيقة. أنا أقول بأن الآن أسباب الفساد كثرت، يعني والناس أصبحوا يلهثون وراء المادة ولا يفكرون في القيم ولا يفكرون في أي شيء آخر. وجدت كثير من المشكلات التي يجب على الناس أن يدركوها ولكن لا يريدون أن يدركوها. كنت في أحد الإخوان جاء يذكر لي أنه يعمل في مؤسسة حكومية، يقول هذه المؤسسة الحكومية يعني فجأة جاء فيها ب10 بنات موظفات، يقول الأسبوع الأول مر بالسلام، الأسبوع الثاني بدأنهن يغازلن الرجال مع الأسف الشديد. ومن الذي يدفع الضريبة؟ تدفع الضريبة المرأة. المرأة هي تظن أن هذه حرية لها ولكن هي التي تدفع ضريبة. والله شاهد، أنا أذكر لكم قصة الله شاهد عليه على صدق ما أقول. يعني قبل حوالي 6 أشهر من الآن يعني جاءتني إحدى الفتيات، هي عاملة في موظفة في إحدى يعني مؤسسات الحكومية، وذكرت لي مأساة غريبة وقعت فيها، يعني بسبب الاختلاط وقعت في الفاحشة مع أحد من الناس، وإذا بالشخص في مرض الإيدز، نقلها مرض الإيدز. ما اكتفى بأن رزقها بهذا بل استعمل وسيلة الضغط لأن المرأة ضعيفة، يعني قالها بأن أنت السبب في هذا وأنا إما أن أفضحك وإما أن تقدمي لي مبلغ حتى أن هذا المبلغ يكون أتعالج به. فاضطرت أن تقترض من بنك مبلغ كبير، وصار كل عملها يعني كل راتبها يصير للبنك، وهي عاشت هكذا. أهلها يسألوها أين أين الراتب؟ ما يعرفوا الراتب هين يصير الراتب للبنك. وكانت يعني واقع في مأساة غريبة، حرمت من الزواج وحرمت من الأولاد وحرمت يعني أيضا من الانتفاع براتبها، حتى الراتب هذا الذي حرمت من الانتفاع به. قلت أنت تستعمل الضغط عليه، هددي هذا الرجل لأن قالت أين هو؟ تقول قبل 2 توفي. هو عندما كان في فراش الموت اتصل بي يقول لي سامحيني أنا هكذا تورطت وهكذا وسامحيني وهكذا. والناس ما يبالوا بهذا، يعني المرأة هي الضحية في مثل هذه الأمور، ولكن لا يبالى بذلك. المرأة تظن أنها أعطيت حريتها بهذا وهي في الحقيقة الضحية. نسأل الله السلامة.